ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم اسهل اكله في الدنيا، شوربه خضار. هوريكم الطريقه اللي انا بعملها بيها وقولوا لي انتوا بتعملوها ازاي. انا بجيب حله بحط فيها ميه، اكون مجهزه الخضار بتاعي. يعني هنا استخدمت كوسه، بطاطس، فاصوليا وجزر وبصل، وحطيت معاهم مكعب مرقه. كنت غسلاهم طبعا كويس جدا. وبعد كده هحطهم على الميه بتاعتي. اللي عايز يعملها بشوربه مفيش مشكله، شوربه لحمه، شوربه فراخ، اي حاجه براحتكم. بعد كده احط عليها رشه فلفل اسود واسيبها تغلي على النار. وهي بتغلي بقى بتجهز، احط هنا في طاسه احط لسان عصفور احمره من غير اي ماده دهنيه. انا بحب اعمله كده عشان اخلي شوربه الخضار خفيفه. دي كويسه جدا للناس اللي بتعمل دايت او الناس اللي ما بتعملش وبتحب شوربه الخضار. جربوا الطريقه دي هتعجبكم. كده هنحمر اهو لسان العصفور، خلاص هو كده بقى جاهز. شوربة الخضار اهي خدت غلوة، هننزل عليها بلسان العصفور بس، ونغطيها ونسيبها تستوي. بصوا شكلها عامل ازاي، بتبقى حلوة قوي وبتبقى خفيفة وطعمها حلو جدا. هنا بقى نسيت ان انا محطتش، حطيت هنا ورق لورا وحطيت حبهان بس، واسيبها تغلي مع بعض لحد ما يستوي كويس جدا. بس كده تمام استوت. نبتدي بقى نغرفها في طبق. بصوا تحفة بجد، طعمها حلو قوي. جربوها بالطريقة دي، سهلة جدا، ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجة خالص. هتعجبكم قوي. اللي عايز بقى يحط عليها ليمون، اللي بيحب يحط كرفس، اللي بيحب يحط بقدونس، الحاجات دي بتبقى حلوة قوي في شوربة الخضار. فبراحتكم اعملوا اللي انتوا عايزين. جربوها وقولوا لي رأيكم. يلا باي باي.